السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير، وإن شاء الله ديما يلقاكم فيديوهاتي بأحسن الأحوال أنتم وجميع أفراد عائلتكم وأحبابكم يا رب. وكذلك نتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم في كل ما أقدمه على القناة من وصفات، ويكونوا تينالوا الرضا ديالكم، ويكون دائما جديد وشي حاجة نتوما تتعجبكم وتكونوا تطبقوها وتترضيو بها وليداتكم. فبالنسبه لطبق اليوم فهو هذا الساندويتش اللي خفيف ظريف ساهل مع هاد الشلاضه اللي حلوه مالحه. ممكن تقدميها لهم كطبق في الغداء او في العشاء، ماكسيموم 10 دقائق يكون عندك واجد، ساهل ماهل. فيه خضروات، فيه لحوم، فيه ديسير، فيه انواع ديال الديسير. بالتاكيد غادي يعجبهم وينال الرضا ديالهم. بالنسبه لهذا الطبق ديال الشلاضه فهو مغذي حلو ومالح، ان شاء الله غادي يعجبكم. بالنسبه للمكونات فحنايا غادي نحتاجو واحد شويه ديال المكور، غادي نكونوا بطبيعه الحال غاسلينو ومطقطقينو رقيق جدا، ممكن كاع دوزيه في الطحانه الا بغيتي. عندنا واحد الخياره بالقشره ديالها بكلشي مغسوله ومدوزينها في الحكاكه شرائح طويله. عندنا واحد نقولوا نص كاس ديال الروز مسلوق. عندنا تفاحه حتى هي شرائح طويله. عندنا خيزويه وحده مغسوله شرائح طويله ومقطعينها بطبيعه الحال شرائح طويله بالحكاكه. وعندي هنايا انواع ديال البقوليات وديال الخس، انواع ديال الخس، كاين داك الفريزي، كاين الخس داك الاحمر. عندنا الجرجير، صبانخ صغيورين، اوراق البربه، اوراق الحلبه. عندنا شويه ديال الفخومبواز، وعندنا كميه من المايونيز. عندنا الملحه والابزار وشويه ديال الزنجلان الاسود، وعندنا واحد المعلقه كبيره ديال العسل. وعندنا بالنسبه لي صوص اللي غادي نستعملو، عندي هنايا صويا صوص، وعندي تشيلي صوص، وعندي زيت السمسم او زيت الزنجلان. فانايا هنايا المكونات استعملت على حسب عدد الافراد ديالي. وهذا الوازابي اللي تنستعملو في السوشي، كذلك غادي نديرو منه واحد شويه. اللي ما عندهاش هاد المكونات كامله ممكن دير اي حاجه عندها متوفره في البيت. عندنا هنايا السوريمي كذلك اللي هو غادي نحكوه في الحكاكه شرائح طويله. ممكن تعوضيه بالكراب او بالكروفات او شوفي وليداتك شنو تيبغيو. فهنايا المايونيز الكميه اللي عندي، فانا كما قلت لكم غادي ندير هي طبق صغير لوليداتي، بطبيعه الحال نتوما غادي ديروا على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. فهنا المايونيز غادي نقسمو على جوج. دونك الزلافه الاولى درت فيها واحد الكميه ديال المايونيز مع شويه راس المعلقه ديال الوازابي، لان حار في واحد اللدعه ولكن لذيذ بزاف، تيعطي واحد المذاق زوين تيغير. وغادي نضيف معاه معلقه ديال العسل وغنحركو. بالنسبه للزلافه الثانيه ديال المايونيز فانا غادي نضيف عليها ملحه والابزار ومعلقه ديال العسل، صويا صوص، زيت ديال الزنجلان، وغادي نضيف كذلك تشيلي صوص، وغادي نحرك. دونك هاد المايونيز هادي فهي تيجيني واحد الكوكتيل رائع جدا جدا، واحد المذاق زوين بزاف، واحد المزيج فيه واحد الحموضه، فيه الحلاوه، فيه الحرويه، ما نوصفو لكمش. بطبيعه الحال المحبين ديال الاكل المالح والحلو فهو بالتاكيد غادي يعجبكم. بالنسبه للطريقه فانا غادي ناخذ البول، غادي ندير فيه ديك انواع ديال البقوليات والخس مقطعين شرائح رقيقه. غادي نضيف هنايا الخيار وخيزو والمكور والسوريمي والتفاح اللي كلشي عندي مقطع شرائح رقيقه رفيعه جدا، كلشي خضر. هنا ممكن تضيفوا لافوكا، ممكن تضيفوا اي انواع ديال الديسير، ممكن تضيفي المونغ، تزيدي الاناناس، النقاص، تيبقى لك الاختيار شنو باغا توكلي لوليداتك. هنا غادي نضيف الفخومبواز وغادي نخلط كلشي بالسوريمي وداك الكوكتيل اللي صوبنا ديال المايونيز، ونخلط ونخليه على جنب. بالنسبه للروز اللي كما قلنا سلقناه في شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت السمسم ومعلقه ديال سنيده، ونخليه حتى ينشف لي من الماء ويبرد. هنا غادي نخلطو معاه شويه ديال الزنجلان الاسود، وغادي نضيف عليه داك الخليط ديال المايونيز مع الوازابي. فكما قلنا تيعطيه واحد اللدعه بين حلوه وحاره غزاله، ونخلطهم وغادي يكون عندي واجد. بالنسبه اللي ما عندهاش
داك الزنجان الاسود، فممكن تعوضو بالبافوري باش يجي هذيك النقيطات كيحلين هكاك مع الرز، او حبوب الشيا. فهنا في طبق التقديم غادي ناخذ واحد الساخكل، غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الرز كطبقه اولى، وغادي نعمر عليها طبقه كبيره ديال ديك الخضروات مع السوريمي ومع الديسير، وغادي نغطي عليه كذلك بطبقه ثانيه ديال الرز. فهنايا تيجي واحد المزيج رائع، يعني الرز رطب في واحد المذاق مختلف، وعندنا في الوسط خضروات كلها كروكون، يعني خيزو مع مذاق الخيار مع مذاق ديال السوريمي مع الفخومبواز فيه الحموضه، يعني تجي واحد المزيج رائع رائع جدا. وعاد لاصوص اللي مخلطه بهم تزيدهم واحد اللذه، يعني صدقوني شي حاجه غزاله بزاف. هذا هو الشكل ديالو. تنزينوه بشويه ديال حبوب ديال الزنجان السوداء وواحد الفخومبواز، يعني كتزيين وكجماليه. بالنسبه للساندويتشات اللي غادي نقدم لكم اليوم حتى هما فيهم خضر، فحنايا تلقاو صعوبه لوليداتنا اللي تيديو معاهم ماكله المدرسه، هذا غادي يعجبهم وممكن يعني ديه معاه وغادي يهنيك بعدا كوجبه لواحد النهار. فهاد الساندويتش فيه واحد النكهه ديال ديك بوكاديوس اللي تنشريو من الشمال، فكلشي وليداتنا تيحماقوا عليه. اليوم غنقدمو لكم بطريقه جديده وزوينه. فانا غادي نستعمل فيه هاد النقانق هادو ديال الديك مطبوخه، فممكن تستغناي عليها، يعني ديري ديال النقانق ديال البقري، او تشري صوصيط هكا طويل تا هو كبير تيتباع ديال الدجاج ديال البقري اللي بغيتي، او ممكن ديري طريفات ديال الدجاج اللي بغيتي شنو وليداتك تيبغيو. فبالنسبه للمكونات ديال الخضره اللي غادي نديرو في هذا الساندويتش، عندي بصله خضره هي العويدات ديالها مقطعين، اللي ما عندهاش ممكن دير بصله عاديه. عندي خيزويه قطعاها شرائح طويله وعاد مدوزاها بالقراده رقيقه، خضره ما مسلوقه ما والو. عندي كذلك واحد 2 معالق كبار ديال المكور حتى هو مقطع شرائح ومقرضه بالقراده حتى هو رقيق. وعندنا واحد الكميه ديال الرز سالقينها في شويه ديال الملحه والزيت ومعلقه صغيره ديال السكر. وكل ساندويتش يعني كل فرد غادي ندير له 2 معالق ديال الرز. وعندي كميه من البيض اللي غادي نحتاج. بالنسبه لي صوص فانا غنحتاج هنايا الخل ديال الارز وزيت ديال السمسم، اللي ما عندهاش ممكن تستغنى عليهم بجوجهم ودير غير الزيت العاديه ديالنا وما ديرش كاع الخل. فانا وليداتي تيحماقوا على الاكل الاسيوي، فمره تندير لهم بحال هاد الشهيوات هادو باش نرضي الذوق ديالهم وما نجيبو حتى حاجه من الزنقه. فهنايا في لوبول ديالي غادي كما قلت لكم كل فرد عنده 2 معالق ديال الرز، يعني كل ساندويتش غتجي فيه 2 معالق ديال الرز. غادي نخلطو هو الاول، غادي نضيف عليه داك خيزو اللي خضر، نضيف عليه البصل. هنا اللي ما تيبغيش البصل ما يديرهاش، او اللي ما عندوش هاد الخضاريه هادي ممكن يديرها بصله العاديه ديالنا هي يقطعها رقيقه بزاف. وغادي نضيف كذلك المكور، ملحه والابزار، وغادي نضيف هنايا معلقه ديال زيت ديال السمسم او زيت الزنجلان، وكذلك معلقه ديال الخل الارز. وغادي نخلط هاد المكونات كامله بالبيض. دونك هذا غيكون عندي هو الاول وجدته. فهنايا غادي نوجدوا لوليداتنا كذلك واحد الساندويتش فيه الخضروات وكلها صحيه، يعني ما مسلوقه ما مبخره ما مشحره، كلها كروكون كلها خضراء كلها منافع. فهنا غادي نضيف كذلك الكميه ديال البيض على حسب عدد افراد الاسره. دونك هذا الخليط هذا ما تنساوش فيه الرز، يعني ما خصوش يكون ثقيل، خصو يعني يكون جاري باش يطيب لينا هذا الاومليت. دونك حنا غادي نديرو به اومليت. دونك غادي ندير واحد البول واحد اخر ندير فيه 2 بيضات، دونك يعني كل شخص غادي ندير له 2 بيضات. ولكن هنايا درت انايا الكميه الاولى مع الرز، وهذا غادي نخلطو بوحدو مع شويه الملحه والابزار ونخليه مني يشرب ليا الاومليت. مني يكون حتى غادي نطيبو مره غادي نزيد فيه البيض باش يبقى ليا جاري. فانايا هنايا بنتي ما تتبغيش بطبيعه الحال البصله، فانايا غادي ندير لها واحد عادي هكا اومليطه عاديه، والاخرين غادي نطيبوهم اومليطات بالخضر. دونك هنا عندي مقيله غادي ندهنها
بالزبده والزيت مزيان، وغادي نطيبوا لي زومليت ديالنا بلا ما نخليهم ينشفوا. انا غنطيبهم هي على جهه واحده، ما غاديش نطيبهم على جوج جهات، باش حتى البيض يعني نخليوه حتى هو فيه المنافع ديالو. من بعد غادي ندوز في نفس المقله، غادي ندهنها مزيان، وغادي ندوز نبدا نطيب لي زومليت ديال الخضر ديالنا. فيها الروز وعندنا فيها خيزو ونكور كما تشوفوا على نار، يعني ما تكونش النار مجهده باش ما تحرق ليناش. نتوما بهذا الشكل هذا، فريحتها يعني زوينه حقيقه. هي نتوما تطيبوها غادي تجيكم الريحه ديال داك بوكاديوز اللي تناخذوه في الصيف، فيه الفريت وفيه الباربا وفيه كلشي، ولكن فيه هي هاد المكونات هذه فقط. حتى هو ما غنطيبوش من جوج جهات، غادي نطيبوه غير من جهه واحده، وحتى نكمل نستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، ونخليهم على جنب باش ندوزو نصوبوا داك النقانق اللي عندنا. فكما قلت في الاول، اللي ما بغاتش دير هاد الانواع ديال الهوت دوغ، ممكن دير صوصات عادي تيتباع تا هو بهذا الحجم هذا طويل. ممكن دير صبيعات ديال الكفته، ممكن دير طريفات ديال الدجاج هكا ديال الصدر تقطعهم حتى هما طوالين وطيبهم. فانا هاد النقانق غادي ندوزهم هكا فوق العافيه يطبخوا مزيان، وعاد غادي ندوزو باش نصوبوا الساندويتش ديالنا. فانا عندي هاد الاوراق هذا ديال الساندويتشات بحال الورق ديال الزبده، ولكن هو خاص ديال الساندويتش. فغادي نجي تيعطي واحد الجماليه، وتيبقى محافظ لنا على الساندويتش ديالنا، وتيجي للدري كانهم جايبينه من الزنقه. فهنايا غادي ناخذ قرعه ديالي، غادي ندير فيها شويه ديال المايونيز، وغادي ندير فيها شويه ديال صوص حاره، يعني او ديروا فيها صوص كيتشاب، او ديروا تشيلي صوص يعني، او يعني باربيكيو. شوفوا نتوما لي صوص اللي تيبغيوهم وليداتكم، وغادي نحركوها مزيان، وغندوزو نعمروا الخبيزات ديالنا او الكميرات اللي عندكم متوفر. فهنايا في كل نصف غادي ندهنها بلا صوص، وغادي ندير هنايا لي زومليت اللي عندي في الخضره، غادي نعمر الخبيزات ديالي مزيان. يعني شوفوا وليداتكم كل واحد على قياس شحال تياكل، وغادي نعمروا فوق منه عاوتاني لاصوص، وغادي نستفوا داك النقانق بهذا الشكل كما قلنا. ممكن نعوضوهم باشكال واحده اخرى، وغادي ندير عليهم اوراق ديال الخس، وغادي نسد بالخبز. وهنايا عاد غادي نديرهم انايا في الورق اللي وريتكم. يعني اللي بغات تتبع الطريقه ديالي راه ممكن تاخذ الورق حتى هو راه تيتباع عادي، اللي تيتباع عند مول المخابز ولا. مهم انا عندي هذا شاريه بكميه كبيره تندير فيه دائما الساندويتشات. فانا هنا غادي نلصقو غير بالسكوتش بهذه الطريقه هذه، غنسد عليه جميع الجوانب بهذا الشكل، وتنزير يعني تنلف عليه الكاغيط وانا تنزير باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. وعاد غادي نقطعو على نصفين. فهنايا غادي نكون تحصلت على ساندويتش لذيذ يعني وغني، فيه كما قلنا خضروات، وفيه البيض، وفيه داك النقانق. وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا من النصف، وغيجي بهذا الشكل هذا زوين ولذيذ. ونقدموه لهم مع لي صوص، مع اي عصير بغاو، ومع داك الشلاضه اللي منعشه وكلها حتى هي فوائد. فكان طبق اليوم هو هذا قدمته لكم، نتمنى يكون عجبكم، ويعني ونكون يعني ولو ساعدت بعض الامهات اللي تلقاو صعوبه في ارضاء وليداتهم شنو باغيين ياكلوا. ان شاء الله تنوضوا تطبقوه ويعجبهم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه مقبله بحول الله. وشكرا لكم والى اللقاء.